أنا ياسين. يمكن أول مرة في حياتي كنحس براسي كنقول الحقيقة بلا خوف، حيت بزاف ديال الحوايج وقعوا ليا كانوا غاديين يمشيو معايا للقبر، ولكن اليوم بغيت نحكيهم. ما كناش عائلة غنية، أنا والوالدة ودار صغيرة في حي قديم. كنا عايشين على قد اليد، ولكن كانت واحد الحاجة اللي ما عمرها نقصاتنا: الدعاء ديال الوالدة. كنت كنهرب من المشاكل ديال الخدمة، الحياة، الفشل. كنت نخبي داك الشي بصمت. كنت داير روتين قاتل: نوض، خدمة، رجوع، نعاس، نهار فوق نهار. حياتي بحال شي ورقة كتمشي في الريح بلا اتجاه. ولكن بعض المرات الله كيعطيك إشارة غير باش يوفقك. إشارتي كانت في الليلة باردة. ديك الليلة خرجت من الخدمة مع 11 ديال الليل. الشتا كطيح، الريح كتصوت، والمدينة كاملة ساكتة. كنت كنحس براسي بوحدي وسط العالم، حتى واحد في اللحظة طرف عيني شد واحد الصاك صغير كحل نطيح بهم واحد الدروج. وقفت، القلب ديالي بدا كينبض. واحد الصوت داخل ديالي كان كيقول: غير سير، راه ما يعنيكش. وصوت آخر كان أعمق: شد الصاك، يمكن فيه شي حاجة ديالك. رجعت للخلف خطوة، ومن بعد قدمت خطوة أخرى، وبالأخير شديت الصاك. الصاك كان خفيف. فتحته تحت الضوء ديال زنقة مظلمة. ما لقيت لا فلوس، لا هاتف، لا شي حاجة كتشد الانتباه، غير واحد الدفتر قديم وصورة شاب مبسم وورقة قديمة مكتوب فيها واحد العنوان. ولكن ما عرفتش علاش قلبي تحرك، خصوصا ملي شفت الصورة. كان وجه الشاب بحال دوك الوجوه اللي كتقول داز من هاد الدنيا بسرعة. شديت الصاك وقلت في راسي: غدا نمشي للعنوان، ربما هاد الشي مهم لشي واحد. الصباح نوضت غير هضرة الوالدة: ولدي، الخير ما كيدعيش. شديت الصاك ومشيت للعنوان. كانت دار قديمة، الشتا كتنزل من السطح والباب فيه صدى. دقيت. مني فتح الباب خرج راجل كبير مكسور ضعيف كيجلس فوق واحد الكرسي متحرك. ولكن مني شاف الصاك في يديا حسيت واحد الحاجة تكسرات داخله. بدات عينيه كتغرغر بالدموع. قال لي بصوت مهزوز: فين لقيتي هاد الصاك ولدي؟ جاوبته: البارح في الليل كان مطايح في الزنقة. شد الصاك بيديه، بدا كيبكي. داك البكاء ماشي ديال الألم، ديال الفقدان. قال لي: هذاك الصاك ديال ولدي الوحيد. سكت، وحيت سكت عرفت باللي كان شي حاجة كبيرة مخبية. دخلني للدار. البيت كان عامر بصور واحد الشاب، نفس الشاب اللي في الصورة اللي في الصاك. قال لي: يا ولدي مات عامين هادي. كان كيحاول يحبس الدموع، ولكن الدموع كانت كتسبق الهضرة. زاد كيقول لي: هاد الصاك آخر حاجة كانت عندي منه، وضاع مني نهار نقيت البيت. قلبي كان مكسور، واليوم الله رجعوا لي على يدك. هنا ما بقيت قادر نهضر، حسيت شي حاجة ثقيلة فوق صدري. جلسنا، قدم لي اتاي وبدا يسولني على حياتي. قلت ليه الحقيقة كلها: أنا ياسين كنعيش بلا هدف وخدمة قليلة وخايف من المستقبل. سكت شوية، شاف لي بواحد النظرة اللي عمرني نسيتها. قال لي: ولدي، ماشي الفقر اللي كيطيح الإنسان، الفراغ اللي في القلب هو اللي كيطيحه. ومن بعد دار واحد الحاجة غريبة: شد التليفون وعيط لواحد واحد صاحبه خدام في شركة كبيرة، صاحبه قديم. قال ليه: عندي شاب ولد الناس
بغيتك تعاونو، ومن داك النهار حياتي تحولات. قبلوني في الشركة في السيمانة الأولى، الراتب ديالي تبدل، الوالدة فرحات وانا رجعت كنحس براسي عايش. ولكن الحاجة اللي عمرني غادي ننسى، باش لقيت رزقي خصني نرجع رزق واحد الاب اللي ضاع منه كل شيء. اليوم ملي كنشوف اللور كنقول الصاك كان صغير، ولكن الخير اللي خرج منه كان كبير بزاف. وإلا كنتي كتسمع هاد القصة دابا، بغي نقول لك كلمة واحدة: ماشي كل صدفة راه صدفة. كاين شي حاجات الله كيبعثهم في الطريق ديالك باش يبدلك كامل.